في لحظة انت بتشوف فيها حد ناجح ويكون شخصية كده تقيلة واثقة من نفسها، شكلها مريح وكاريزما كمان. قوم ايه اللي يحصل لك؟ عينك بتلمع وتنبهر بيه جدا. تلاقي نفسك بتقول ايه؟ يا سلام لو ابقى زيه. بعدها بشوية صغيرين يطلع لك الصوت اللي عمال يأنب فيك ويقول لك هو انا ممكن ابقى كده؟ هو انا ممكن ابقى زيه؟ وطبعا ممكن الصوت ده يقول لك ايه يا عم، خليك في الهم اللي انت فيه، ده سابقني بسنين كتير، هو انا هعرف اوصل لاي حاجه؟ خليك متنيل في اللي انت فيه. هنا بيبدا الفخ الصعب، وهو فخ المقارنه. بتقعد تبص على نجاح غيرك وتحلل، ده اكيد محظوظ، ده وراه ناس بيساعدوه، ده الدنيا فرشت له ورد، ده مولود وبقه معلقه دهب، انما انا بمشي على الحيط. بدل ما تسأل نفسك أبدأ منين، عمال تسأل أنا ناقصني إيه؟ هو أنا ليه مش مكانه؟ تقعد تندب بقى حظك كل يوم وتجلد ذاتك يا عيني. وكل ده لأنك وقعت في فخ إنك بتقيس مشوارك بمسطرة غيرك. اللي انت مش شايفه إن اللي انت بتقارنه بيك ده كان في يوم من الأيام ممكن يكون في مكانك أو في مكان أسوأ من اللي انت فيه، بس هو بدأ وانت لسه عمال تتفرج وتأنب في نفسك. في واحد اسمه كارل يونغ قال ايه؟ من لا يواجه ظله لن يرى نوره. يعني طول ما انت مستخبي ورا المقارنات بتاعتك عمرك ما هتشوف نورك الحقيقي. كل واحد ليه سباقه، وسباقك انت ما بيتقارنش بحد. المهم مش مين بدأ قبلك، المهم انه في خط نهاية وانت عاوز توصل له. تعمل ايه؟ تجري عشان توصل له ولا تخليك واقف مكانك؟ يا عم بص في مرايتك انت، بص على خطوتك انت، آمن بنفسك انت، شوف سكتك انت مش سكة حد تاني، وما تقلدش حد وما تبصش على حد. ابدأ حتى لو ما كنتش جاهز، حتى لو عندك 10% مش 100%. النجاح مش محتاج مقارنة، صدقني. تعرف محتاج ايه؟ بس أول خطوة، بس كده.